حمله تهذيب للكرش الجميل هنعملها بشاورما بانيه، وكعادتنا بنرفع شعارنا بالمختصر المفيد زي الحقنه في يلا بينا نبدا حفلتنا وصلي على حبيبنا وندعي بالرحمه الاموات. هنركن العيش هنحتاجه بعدين، بس الاول ندخل في المفيد. هنبدا بتقطيع البانيه شرايح طوليه عشان طعمها تكون مبطرخه وفي اللذيذ، وناخدها غسله اخيره وتاكيد على التنظيف، عشان بعد ما نجهزها هنبدا نجهز عليها خلطه التتبيل، واللي هتكون علبه زبادي على حبه خل على معلقه كاتشب ولو حار يفضل، ونهرس فص توم طعمه الطبيعي بيخلي الحلاوه تدوم، وننزل على مقاديرنا بباقي بهاراتنا، حبه كزبره ناشفه على فلفل اسود على بابريكا على شطه حاميه، والملح وزيت الزيتون ينعش في المضمون، والمزازه من اختصاص الليمون يا حماده، وطبعا شقلبه في بعض بزياده عشان تدوب كل التتبيل، وبعدها ننزل بشرايح البانيه ونكمل تقليب ونركنه في الثلاجه مش اقل من ساعتين 3. هنكمل باقي حاجاتنا اللي هنحتاجها. هنقطع لنا بقى شويه فلفل ملون على رومي على حامي لو تحب يا غالي، ونقطع جنبهم شرايح بصل وفي طبق ونركنه في الثلاجه جنب البانيه، عشان بالمره نشوي البتنجانيه دي ونعمل منها بابا غنوج على السريع. بعد ما استوى في الفرن على مهله في المتغطي نديله شويه اخيره على المفتوح عشان يستطعم ريحه الشياط، طعمها في الاكل بيفوح. كان عندي بقى الطحينه من اكله الكبد والقوانص لو تفتكروا، قلت تعالى العال انا مش محتاج غير البتنجانه اللي اتشوت وبقت في التمام. هنقشرها وننزل بيها على الطحينه، وننزل عليها بشويه كمون وملح وخل ونص ليمونه وزيت زيتون، ونكمل تقليب على طول. السخن يدفي البارد ويختلطوا هما الاثنين مع بعض على الهادي. اما بقى في الختام رشه توم بودره وحبه شطه عشان يوحوح، ونزود كمان زيت زيتون ونقلب، وفي الثلاجه نركن على طول. وبعد 3 ساعات نبدا حفله التسويه على السريع، والطريقه النهارده في الخفيف واللذيذ اللي هنبتديها باننا ننزل بالخضره بتاعتنا على الخليط ونديها تقليب كام دقيقه على السريع، ونجيب الصينيه بتاعتنا عشان المره دي هنسويها في الفرن يا حلو. هنفرد مقدارنا ونسمي الله ونصلي على رسولنا ونديها فرن من تحت. يا ترى قد ايه يا ابو حميد؟ نص ساعه حضرتك مع التقليب المستمر. مع ايه التقليب المستمر؟ عشان منك ما يتحرقش، ولو لقيتها صفت ميه الصوص كتير عادي خد منه وادلق في الحوض طالما انك شايفها قربت تستوي عشان منك ما تتهريش. وبعد ما استوت تقريبا بالكامل ندوق حته ونسمي الله. لا تمام وعلى عادي. ندلق بقى مقدارنا في الطبق عشان هنحتاج الصينيه في طلعه كمان، بس الاول نجيب العيش اللي قلت لكم عليه في الاول. هنعملها بطريقه شفتها وعجبتني، لكن كان لازم العيش يكون تورتيلا، والعيش ده تجهيزه سهل، شويه ميه ودقيق من غير تخمير وعلى السريع، لكن قررت اعملها مره ثانيه بس نجرب الطريقه دي زي ما انتم شايفين. هنقطع اللي نقدر عليه بالطبق داير ما يدور عشان نطلع دواير على قدها وفي المظبوط. الفكره سهله وبسيطه، وبعد ما نحشيها بالطريقه اللي انت عايزها وبالكميه اللي انت عايزها هنرصصهم جنب بعض في الصينيه، وننزل على وشهم بشويه جبنه. جبنه ايه بقى؟ اي نوع جبنه عندك ابشرها وانزل بيها على وشها ما تفكرش كتير، ودخلها فرن تاخد وش علو دقايق تسيح الحلاوه. فلنصمت قليلا، الجمال جمال الروح بتروح للانستجرام حكايات ستوريات يوميا على الله. فما تنساش فولو هناك وهنا ولايك وشير، واتمنى لي من قلبك الخير، وصلي على رسولنا الكريم عشان ندوق النتيجه كانت عامله ايه. عليها افضل الصلاه وازكى السلام. هنسمي الله وهناكل بيمين، بس قبل ما ناكل مهم جدا ان انا الفت نظركم لحاجه مهمه. المفروض ان احنا كنا زي ما قلت لكم نعملها بالعيش التورتيلا. العيش ده اصلا طريقته سهله جدا، شويه دقيق على ميه ويتخبز ويتعمل. لكن انا اختصارا للوقت حبيت بس نجرب التجربه دي، ومره ثانيه او في يوم تاني ان شاء الله هنبقى نعمله من A to Z او من الالف للياء. وكمان العيش ده كان بايت عندي فكان صعب التحكم فيه نوعا ما، لكن اوعدكم ان احنا يوم ما هنعملها زبده كعادتنا. بسم الله. الشهاده لله هي خفيفه ولذيذه، تنفع معاك في وجبه غدا سريعه او وجبه عشاء لو انت عايز تاكلها خفاف. اهم حاجه كلمه المعطيات بتاعتنا، ما تنساش الفولو واللايك والشير، واتمنى لي من قلبك الخير في رعايه الله وحفظه. مساء الزبده على عيونكم. ببقى نفسي اطول معاكم اكتر من كده، بس للضروره احكم، مش عايزكم تملوا مني او تزهقوا. وفي نفس الوقت الشعار بتاعنا معروف، بالمختصر المفيد زي الحقنه في الوريد. دعوه حلوه من قلبك لاحيائنا والاموات. مساء الزبده.